السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة عاملين فيديو الأرنبة دي والدة هي. النهارده هنشوف الخلفة بتاعتها قد ايه، وهنشوف ان احنا بنتعامل معاهم ازاي. وطبعا زي ما قلنا في فيديوهات كتير قبل كده، ان احنا في الشتاء طبعا لازم نراعي الخلفة بطريقة معينة عشان مفيش ولا ارنب منها يموت. هنشوف طبعا دلوقتي احنا اول ما بنبص عليهم بنعمل ايه، وهنعمل الخطوات دي واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة يا جماعة ان احنا بنسد بين الولادة والارانب كده، بين الولادة والارنبة الام كده وبالطريقة، وبنقفل عليها طبعا من فوق. بالطريقة دي كده عشان ما تشوفش طبعا احنا بنعمله ايه ولا بنخليه ايه. اول حاجه يا جماعه هنبص فيها على العش، هنشوف اذا كان فيه دم او فيه ارانب ميته او فيه حاجه مبلوله في العش نطلعها. طبعا ده العش بسم الله ما شاء الله ما فيهوش دم ولا اي حاجه. طبعا بنكون مجهزين العش قبل الارنبه ما تولد بيومين او ثلاثه بالورق الكرتون اللي هو تحت فرشه الولاده، زي ما قلنا ورق كرتون ابيض اهوت. وبنحط لها قش الرز او نشاره خشبه او اي ماده جافه موجوده عندك، الياف جافه ان هي تولد عليها عشان طبعا تدفي الارانب، فبتروح الارنبه بتفرش وتولد. ده بالنسبه للتجهيزات قبل الولاده. التجهيزات بقى اللي بعد الولاده يا جماعه، ان احنا بنشوف زي ما قلنا، بنشوف العش معانا فيه اي رطوبه ولا لا، فيه اي دم ولا لا، فيه اي سوائل ولا لا. لو كان فيه ممكن ان احنا لو وصلت ان العش يعني بايظ خالص، ان احنا نشيل العش بالكامل بالقش بتاعه بالكل. بناخد الارانب في حاجه، وبعدين ان احنا بنحط لها قش تاني، وبنحط العش تاني ونحط لها عش جديد مره تانيه. هنشيل اهوت بسم الله ما شاء الله الشعر اللي عليهم، وهنعد الارانب مع بعض. هنحط شويه شعر كده في العلبه اللي احنا كنا بنعد فيها عشان الارانب ما تسجحش طبعا، عشان احنا في فصل الشتاء والدنيا خلاص الجو بقى شتاء على الاخر. بسم الله ما شاء الله. الارنب مظبوط اهو. لواحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. فيهم أرانب ياما شبه الأم، وأرانب بابيون لأن احنا ملقحينها من ذكر بابيو. سبعة، تمانية. ونشوف برضو بنحط ايدينا في الجوانب بتاعة العش كلها، بحيث ان احنا نشوف لو في أرنب ميت، لو فيه أي حاجة طرية زي ما قلنا. بنشوف كل حاجة، ما لقيناش أي حاجة طرية ولا أي أرنب ميت ولا أي مشيمة ولا أي دم ولا أي حاجة، بنحط الأرانب تاني زي ما كانوا هما. بسم الله ما شاء الله 8 أرانب. ممكن إن احنا نحطهم واحد واحد، وممكن إن احنا ناخد العلبة اللي احنا عدينا فيها كده ونحطهم بالطريقة دي، نفضيهم كده. طبعا حبة الشعر اللي احنا حطيناهم فوق اهمت جم على الأرانب، كأن الأرانب أمهم اللي والداهم ومحضنة عليهم اهو. ونحط الشعر برضو اللي كان فاضل عليهم اهو بالطريقة دي. وبنتابع بقى الأرانب دي كل مثلا كل يومين في الشتاء بنبص عليهم. لو فصل الصيف لازم نبص عليهم كل يوم، لأن أي أرنب صغير طبعا بيموت أو بيحصل له حاجة ممكن إن هو يبدأ إن هو يتحلل في العش، فطبعا بيعمل ريحة عفونة، فالأم ممكن تهجر المكان كله وتسيب الأرانب. بنعتني طبعا بالأم كويس زي ما قلنا، علشان خاطر ان هي يكون فيها لبن كويس ترضع الخلفة ديت، وعشان خاطر نحضرها للتلقيح بعد كده، ما تبداش ان هي تسلسل وتقطع معانا تلقيح. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.